وراي يبوا يرحلوني بأي طريقة. ويا أجنبية والله نرحلك، ويا أجانب والله نرحلكم. المرة الثانية لما رجعت كان في واحد أعرفه فلسطيني. المهم قعدت وهي وراي تو صارت عدت 11 سنة وهي ما تبيش تخليني. المهم وانا عمتك وانا مدري ايه وانا. المهم في يوم من الأيام هنا بدأت الترحيل التالي، القصة الثانية. طبعا بعد ما رجعت السعودية رجعت عمرة وحج وكذا ورجعت. طبعا برجع لأهلي، مولودة هناك غصبا عن خشمهم، بس هم ما يبغوا يفهموا النقطة هذه، لكن راح يفهموها لما إن شاء الله يجيكم التهلكة. المهم المرة الثانية طبعا ما صرت أأمن لهم، لأنه لما جيت المرة الثانية قلت لكم أخذوني عند واحد كان بيضربني بالساطور. قال لي أخذوني عند واحد في الصباح ما يبوش يخلوني حتى أروح بيت. ورايا تعالي تأخذوني حارتهم أول مرة. القهوة انحرقت يا سعادة.